نتائج البحث والتحري أوصلتنا إلى هوية المتهمة وتحديد مكان إقامتها في عدن، وقمنا عبر مدير عام شرطة المحافظة العميد نجيب ورق، وقائد قطاع أمن الساحل الغربي العميد مجاهد الحزورة، بالتخاطب مع قيادة الوزارة للتخاطب مع أمن عدن بضبط المتهمين باختطاف هذه الطفلة. وفعلا أمن عدن يعني بذلوا جهود عن طريق فريق من تحريات منطقة الشعب، والذين توصلوا إلى مكان إقامة المتهمين، وتم ضبطهم يوم أمس في عدن، وقمنا بإرسال مندوبين من لدينا لاستلام الطفلة المختطفة والمتهمين. تم اليوم الآن نحن اليوم في منزل أبو الطفلة المخطوفة، وتم تسليمها إلى أبوها وأمها الحمد لله بصحة وسلامة. وشكرا ألف ألف شكر للأمن والذي وقفوا في ذلك. الكبار خانين دنا كان أتسي طفلة بالتيوم مستفعلي ما بالتيوم اشتمت عليه احنا طريق كان لا في ضمانتي والله ما تموت ولا جرى حاجة بالزن. احنا كنت فين تسيبني ملك أنا شاب كل مركز الصحي يا هبلكونا ما اسمه كرت تستلموا عليه كلام بحن الآن الليلة تستلموا عليه كلام سلة غذائية، من بعد ما تستلموا عليه سلة غذائية كل شهر تستلموا 2 دينار عليه خلاص. بعدين زلنا بني كبير من مسقول ما هذيك علي رجع بعدين بطاقة نسيناها، فأنا نسيت بطاقة قال لي عندهم سواق، رجعت بعدين بطاقة عندهم سواق وقال لي ممنوعية بطاقة، ردت تجري مزبطة تشاهي ولا حصلتها الوجهني وأنا مزعقل آخر الحمد لله استغفر الله العظيم تحولت من وجهي طريقة سويت لها لي طاقة شاء الله الحين على السلام الحمد لله. ربي أتابع بهر الحق إن شاء الله بهر الحق الحمد لله. أنا رسالتي إلى الأسرة لأنهم لا يثقوا في أي أحد إلا عن طريق مندوب يجي المندوب حق الحارة، وذا طبعا عن طريق الوحدة التنفيذية، على أن نتأكد على هذا الخبر. أي منظمة تجي ضروري تكون عن طريق المناديب، يعني ما فيش حاجة تقول لك أنا تجي له من اليد اللي تقول أنا أقول مثال أنا سأعطيك 800 دولار أنا لا. رسالتي أنا كأي أم على أن في ذا السن لا تفرط في أبنائه مهما كان الإغراءات.